ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الناس اللي حياتها بتتقفل من الحسد او من السحر او من المس او اي شيء من الاشياء دي، وبتبقى مش عارفة يا ترى ايه اللي قفل حياتها وايه اللي مدمر الدنيا بالنسبة لها كده. بتبدأ تشوف خيالات، بتشوف رؤى صعبة، بتبدأ الحياة تتوقف نهائيا، بيبقى عندها شعور على طول بالخنقة والضيق، وقف حال، حاجات تعطيلات في حاجات كتيرة جدا. بتحس ان في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، بتبدأ تتوقف تماما عن العبادات والطاعات والصلاة وذكر والقرآن. وكل ما تبدأ ان هي تعمل حاجة من الحاجات دي تحس ان هي مش قادرة، والحاجات دي تقيلة عليها، وبتحس ان هي بتتعب وجسمها بيوجعها وبتحس بأذى صعب، وما بتبقاش عارفة ايه اللي حاصل لها بالظبط. بداية أحب أقول إن علاج أي حاجة بيكون من الشخص نفسه. في أول شيء يعني عشان تعالج نفسك صح لازم أنت اللي تعرف أنت حاسس بإيه وعندك إيه، ولازم أنت اللي تاخد القرار ويبقى عندك الإرادة وتبدأ تعالج نفسك صح. وعالج نفسي صح إزاي؟ إحنا بنغفل ليه عن أذكار الصباح والمساء اللي هي فيها حصن حصين لينا، بتحصلنا من كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اللي بيقرأ اذكار الصباح والمساء دي مش بيمسوا اي اذى ولا اي سوء في يوم ولا ليلته. وامرنا كمان الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نقرأ المعوذات بعد كل صلاة. دي بتحفظك وبتحميك حتى قبل ما تيجي تنام، بتجمع كفيك وبتقرأ فيهم المعوذات وبتمسح بيهم جسدك وبتقرأ آية الكرسي. انت كده بتبقى حميت نفسك من اي شيطان، من اي اذى، من اي مس، من اي شيء. حاجة كمان ان احنا لو قرينا بس المعوذات وآية الكرسي فاحنا كده حصلنا نفسنا. يعني أنا ممكن أستغنى عن أذكار الصباح والمساء بإن أنا أقرأ المعوذات وآية الكرسي فقط. هما لو أنت مش هتقدر إن أنت تقول أذكار الصباح والمساء، يبقى بتقول المعوذات وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، بتقرأهم كل يوم صباحا بعد الفجر وبعد المغرب، بيكونوا حصن حصين ليك. لازم ان احنا كمان نشغل الرؤية الشرعية باستمرار. يعني يوم ما احس ان انا عندي اذى اشغل الرقية الشرعية حواليا ودايما اسمعها وارددها واقولها على طول. ما ننساش كمان ان احنا ولا نغفل عن الكلمات الله التامات، ان احنا نقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الادعية كتير جدا زي اللهم رب الناس اذهب البؤس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله ارقيني من كل شيء يؤذيني، من شر كل نفس او عين حاسدة، الله يشفيني، اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي نفسه بهذه الاشياء، وكان بيقرأ المعوذات قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس 3 مرات، ويمسح بيها كفه وجسمه كله، وبيقرأ قبل ما ينام آية الكرسي. كده انت في حصن حصين، مش هيقدر اي شيطان او اذى ان هو يمسك. ويا سلام بقى كمان لو احنا قلنا تاج الذكر 100 مرة بعد صلاة المغرب وبعد الفجر، طبعا لا يمكن ان يقربك شيطان. يعني الشيطان مش هيقدر ان هو يدخل جسدك، انت كده متحصن تحصين تام، محدش هيقدر يمسك. ولو انت رايح مكان وخايف مثلا، عارف ان المكان الدوت فيه ناس هتحسدك، في ناس بتأذيك، في ناس انت خايف منهم، اقرأ تاج الذكر دايما وردده. لو انت حاسس مثلا ان في شخص على طول باصص لك على طول، عينه بتصيبك، اول ما يشوفك بتبدأ حياتك تتدهور ويبدأ حالك يصاب، يبقى قبل ما تذهب للمكان اللي انت هتقابل الشخص ده، او قبل ما تنزل من بيتك، انت مش عارف انت ممكن تقابل مين، مين ممكن يحسدك، مين ممكن من بصة بس ليك ان هو يبقى عينه تصيبك فيصيبك حسد. والحسد بيبقى اصعب من السحر لانه بيفضل ثابت في الجسد مع الوقت، عين مع عين مع حسد مع حسد، هتلاقي حياتك كلها توقفت وحالك تغير وتبدل تماما. وهتبدأ ان انت تحس بخمول، بكسل، بكآبة، بحزن، هتبدأ تنقطع عن الناس. لو حالك كان كويس ووفرة في الماديات، او عندك بتنجح وعندك نجاحات في شغلك، في عملك، في كطالب، في مذاكرتك، في اي شيء، تبدأ الحياة كلها تتدهور، حتى الجمال بيحسد. فعشان كده لازم ان انا قبل ما انزل من بيتي ان انا اقول المعوذات 3 مرات، اقول خواتيم سورة البقرة، يعني اللي بيقرأ خواتيم سورة البقرة في ليلته كفتاه. وان احنا دايما نقرأ كلمات الله التامات، دي بتحصلنا حصن حصين من كل شيء. اقرأ على طول الرؤية الشرعية وشغلها باستمرار قبل ما تنزل من بيتك وبعد ما ترجع.
ان انت تقول اعوذ بالله من اعين تترقب حياتنا وكأنها تنتظر تدميرها، ومن انفس تحزن لتوفقنا وكأنها تسعى لمنعها. اعوذ بالله من قلوب يملأها مرض الحسد وينقصها ما عندنا رغم ما عندها، اللهم اكفنا اياهم، اللهم اكفنا شر خلقك واشغلهم في انفسهم. وما ننساش ان احنا نقرأ سورة ياسين كل يوم، وندعي ربنا ان هو يحفظنا ويبعد عننا اي اذى ويسترها معانا. سورة الكافرون ديت من الصور اللي بيكرهها الجن، فدايما اقرأها لأن بتبقى بتحصنك، بتبعد عنك أي عين أي أذى أي شيء. وبرضو قلنا خواتيم سورة البقرة والمعوذات، الدعاء اللي هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، طبعا بتكفيك شر أي مصيبة أو أي نازلة من السماء. برضو نقول الدعاء اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. عودوا نفسكم ان انتوا قبل ما تعملوا اي شيء تستفتحوا، وتستفتحوا دي يعني تقرأوا الفاتحة 3 مرات، وبعد كده تقول بسم الله الرحمن الرحيم 11 مرة. كده هتصيبك البركة في كل امر هتعمله، كل امر من امور حياتك. وما ننساش ان العين والحسد والسحر والحاجات دي كلها ممكن ان احنا ننتهي منها بسرعة بسرعة لو احنا عندنا الارادة، لو احنا مصممين ان الحاجة ديت ان احنا ربنا هيشفينا. نستعين بالله دائما وابدا من اي مرض، من اي عين، من اي سحر، من اي شيء عندنا. والاستعانة بالله ديت بتبقى في كل وقت، تفضل تقول يا رب استعنت بيك يا رب ان العين والسحر والحسد اللي عندي اللي مقافل حياتي ده ان هو يخلص، وظني بيك يا رب ان انت هتقضي لي حاجاتي وهتساعدني في امر دوت يا رب. هتلاقي ربنا هيسهل لك وهيسبب لك الاسباب وهييسر لك الامور وهيوقف لك الناس اللي هي هتقدر تساعدك، هتلاقيهم من غير ما انت تدور عليهم. انت كده استعنت بربنا وربنا هيعينك بقى في كل شيء، هيسخر لك الناس، هيسخر لك في الرؤى والاحلام ان مين اللي سحرك او مين اللي عمل لك السحر والسحر دوت تفكه ازاي. هتلاقي كل امورك بتبقى سهله وميسره. ما تنساش كمان ان انت تقرأ سورة البقرة يوميا، لانها سورة البقرة من تركها يعني تركها حسرة وأخذها بركة. فأنت ولا يطولها البطرة، يعني ما يقدرش ساحر إن هو يقرب من شخص قارئ سورة البقرة، لأن فيها طبعا الآية العظيمة آية الكرسي، وفيها خواتيم سورة البقرة، وأول 5 آيات من سورة البقرة احنا بنتحصن بيهم في التحصينات بتاعتنا. يبقى أنت ما تسيبش أذكار الصباح والمساء. ما قدرتش يبقى اقل شيء ان انت بتقرأ المعوذات وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، والادعية بقى اللي انت عارفها اللي هي كل دعاء انت بتبقى عارفه ان الدعاء دوت بيحصنك وان هو بيبعد عنك العين والسحر والاذى. مش قادر تدعي، مش قادر تقول حاجة، استعين بربنا، قول له يا رب استعنت بيك يا رب على الاذى اللي صايبني يا رب، فزيحوا عني، ابعدوا عني، توكلت عليك يا رب ان انت هتكون معايا وهتساعدني وهتقف جنبي وهتيسر لي الامور وهتشيل عني المرض والأذى اللي موجود في جسدي دوت بحولك وقوتك عاجلا غير آجل يا رب. ادعي ربنا دايما واستمر في الدعاء. آية الكرسي من الآيات العظيمة جدا اللي هي بتكون سبب في خروج السحر والعين والحسد وأي شيء في أجسادنا. أي جن ما بيقدرش إن هو يقرب لشخص بيقرأ آية الكرسي باستمرار. وطبعا بعض الصالحين من الحاجات والأعمال الصالحة اللي بيقولوا إنها بتكون صالحة للشخص إن أنت تقرأ آية الكرسي كل يوم 1000 مرة، بتكون في حصن ما بيقدرش يمسك أي حاجة. تاج الذكر اللي هو قلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لو قرأته 100 مرة بعد صلاة الفجر و100 مرة بعد صلاة المغرب، انسى بقى ان حد يقدر يقربك لك او يأذيك الا بحول الله وقوته. طبعا تستغفر الله كثير جدا، لان اكيد السحر او اكيد العين او اكيد الحسد او اكيد الحاجات دي كلها بتكون سببها انت ذنب انت عملته. فربنا عايزك تلجأ له، عايزك تتوسل له، عايزك تفضل تطلب منه باستمرار وتلح عليه بالدعاء. يمكن انت بعدت عن ربنا فترة، فربنا بقى عايز يذكرك بيه، فبيكون مثلا البلاء اللي هو دوت بيكون سبب في ان هو بيكفر لك ذنوب، بيكون سبب في ان هو يبعد عنك اذى اكبر من كده. فما تتضايقش من اي اذى ربنا ينزله عليك، لكن استعين بالله وقوته على هذا الاذى وعلى هذا المرض وعلى هذا السحر
وعلى هذه الأشياء. واوعى تنسى ان ربنا قادر في لحظة ان هو يطلع لك كل الحاجات اللي في جسدك، ان هو يشفيك، ان هو يبعد عنك العين، ان هو يبدل حالك لحال تاني. فانت دايما توكلك ودايما حياتك كلها تكون بالاستعانة بالله، بالتوكل على الله وحسن الظن بالله، ويكون عندك ثقة ويقين ان مفيش شخص في الدنيا هيقدر يساعدك الا ربنا. ربنا بس الوحيد اللي هيقدر يساعدك، هو اللي هيقدر يطلعك من المأزق اللي انت فيه دوت. فدايما خلي عندك ثقة بالله، خلي عندك إرادة، خلي عندك يقين، خلي عندك استعانة بالله. ما تنساش كل الحاجات اللي احنا قلناها من أذكار الصباح والمساء، ومن المعوذات وآية الكرسي وكل يا أيها الكافرون. لو قرينك نشط يعني دايما بيوسوس لك بالشر، ودايما بتحس نفسك عندك حتة الأذى، حتة ان انت بتحب يعني بتحسد، حتة ان انت كده، كل الحاجات دي استعين عليها بان انت تقرأ سورة قاف 3 مرات. بتخلي القرين بتاعك يبقى بيبقاش نشط قوي ان هو يفضل يوسوس لك بالشر. بتخلي ان هو يهدى، وان هو ما يبدأش ان هو يطلب منك حاجات تأذيك وحاجات صعبة. وفي ناس كتيرة جدا بيبقى عندهم القرين بيبقى ناشط جدا، فبيبدأ يخليهم انهم يعملوا حاجات مؤذية كتير جدا. دايما خلي يومك كله ما يخلاش من الذكر، من الطاعات، من الصلاة، من العبادات. مهما كنت تعبان، مهما كنت عندك خمول، اي شيء، طبعا الذكر باللسان ده مش بيتعب. حتى لو انت تعبان، حتى لو عندك اذى وبدأت تتعب، برضو صمم ان انت تعمل الحاجات دي. المسك الاسود حلو جدا، بيمنع الحاجات دي خالص من الجسد. فحاول ان انت تدهن جسمك بالمسك الاسود وزيت اللوز ومية الورد، الحاجات دي بتكرهها الجن والشياطين. استعين بربنا، وربنا ان شاء الله يشفي كل مريض. اسأل الله العظيم، الله لا اله الا هو، ان يشفي كل من سحر ويرد السحر على الساحر، ويشفيكم شفاء